مرحبا بكم في قناة زينب كوك. وصفة اليوم بعنوان كباب دجاج على طريقة المطاعم، لذيذ ومليء بالنكهات المميزة. يعني قبل ما نبدأ تشتركون في القناة وتفعلون زر الجرس ليصلكم كل جديد. نحتاج صدور دجاج نضعها بالخلاط، نضيف معها حبة بصل صغيرة ونخلطهم جيدا. في نفس الخلاط نضيف فليكلة ملونة وبقدونس ونخلطهم جيدا. ننزل الخليط على الدجاج بدون الماء. نضيف البهارات، ملح وفلفل أسود وبابريكا وبودرة ثوم، بودرة بصل، ملعقتين كبار فتات خبز، نخلطهم جيدا. نضع الخليط بالثلاجة نص ساعة. الآن نحضر مقلاوة لاصقة ونمسحها بالزبدة. نضيف الخليط ونعمل خطوط بالملعقة. هنا نعمل خطوط عرضية تكون على السطح فقط بدون ما نوصل لتحت. نشغل النار، نضيف ملعقة زيت صغيرة وملعقة صغيرة من الزبدة. مشيت على الخطوط من جديد ليسهل قلبه لاحقا. نضيف منقوع الزعفران، نقلبه للجهة الأخرى. نضيف باقي منقوع الزعفران. نقلبه من جديد. إذا تحمر من جهتين نرفعه عن النار، ويمكن تقديمه مع الأرز. شكرا للمشاهدة، ولطفا ضع لي ابتسامة في التعليقات.